إخواني أخواتي، مرحبا بكم في آخر المستجدات المغربية. لكن قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار. مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، عاد الجدل من جديد حول إمكانية تأجيل انطلاق الدراسة، خاصة مع تزامن هذه السنة مع الاستعدادات الانتخابية التشريعية. لكن المعطيات الحالية واضحة. وزارة التربية الوطنية حددت بموجب القرار الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2026-2027 يوم الاثنين 7 شتنبر 2026 موعدا للانطلاقة الفعلية والرسمية للدراسة بمختلف الأسلاك والمستويات التعليمية. وبالتالي فإن التلميذات والتلاميذ مطالبون بالالتحاق بمؤسساتهم التعليمية في هذا التاريخ دون انتظار أي تأجيل ما لم يصدر قرار رسمي جديد عن الوزارة. ومن بين النقاط التي تم التأكيد عليها أيضا إمكانية استكمال عملية التسجيل وإعادة التسجيل داخل المؤسسات التعليمية بعد انطلاق الدراسة، وهو ما يعني أن بعض الإجراءات الإدارية لن تكون سببا في تأخير التحاق التلاميذ بأقسامهم. أما بالنسبة للغياب، فقد تم التنبيه إلى أن التلاميذ الذين لن يلتحقوا بأقسامهم في الموعد المحدد قد يتم تسجيل الغياب في حقهم. أما بخصوص الكتب والمستلزمات الدراسية وخاصة المتعلقة بمؤسسة مدارس الريادة، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذه المستلزمات أصبحت متوفرة في الأسواق ويمكن للأسر اقتناؤها استعدادا للدخول المدرسي. وفي المقابل، هناك مطالب من بعض الفاعلين في قطاع التعليم بضرورة أخذ تزامن الدخول المدرسي مع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر بعين الاعتبار، خصوصا أن عددا من نساء ورجال التعليم سيشاركون في تنظيم العملية الانتخابية. لكن إلى حدود الآن الموعد الرسمي للدخول المدرسي يبقى هو الاثنين 7 شتنبر 2026، ولا يوجد ما يؤكد رسميا تأجيل الدراسة إلى ما بعد الانتخابات. إذن بالنسبة للأسر والتلاميذ، الاستعدادات ينبغي أن تتم على أساس أن الدراسة ستنطلق في موعدها المحدد. هل تعتقدون أن الدخول المدرسي يجب أن يبقى في 7 شتنبر أم أن تزامنه مع الانتخابات يستدعي تأجيله؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.